دكتور محمد، دول سبقت مصر في استخدام هذا النوع من محاربة القمامة تمام. دكتور محمد، الصين، الهند، الولايات المتحدة، استراليا، تركيا، ايطاليا بدأت استخدام دودة الارض في القضاء على القمامة او المخلفات الحيوية. عايزين نعمل كده، هل احنا ممكن نحذو حذو هذه الدول ونسير في نفس الاتجاه، ام في معوقات تمنع وجود هذا النوع من الديدان؟ واذا وجدناها هل الدول بتستخدمها ازاي؟ هل هي في الاراضي فقط؟ هل هي في مقالب القمامة؟ هل هي في البيوت؟ يعني طريقة الاستخدام ممكن تكون ازاي او الاستفادة ازاي؟ في دول كثيرة جدا بتعمل مزارع متخصصة تمام لعملية تدوير المخلفات العضوية، بيتم تجميعها ويتم عملية مزارع متخصصة لتربية ضد الأرض وإنتاج الفيرمي كومبوست أو السماد مكمور ضد الأرض. في دول زي الهند والصين ابتدوا يستخدموها مش بس في تدوير المخلفات العضوية، وابتدوا يستخدموا حاجة اسمها فيرمي تواليت أو الحمام بتاع الدودة عشان يعمل تدوير المخلفات الصرف الصحي ويحولها لمكمور ضد الأرض. تحت الظروف المصرية ابتدينا نعمل مجموعة كبيرة من البحوث وابتدينا نبحث ونشوف ايه تحت ظروفنا المصرية كفاءة عملية القمر ديت مدى نجاحها. في نفس الوقت السماد اللي طالع دهوت والمنتجات اللي طالعة من ضد الأرض زي السائل بتاعها، هل يا ترى يمكن استخدامه بأمان ونجاح في إنتاج الخضر تحت ظروفنا المصرية؟ في الحمد والشكر لله قسم الأساليب الزراعية المغلقة بالمعهد المركزي للمناخ الزراعي حتى تلك اللحظة أصدرنا أكثر من 24 بحث خاص باستخدامات وتطبيقات القمر بضد الأرض واستخدام المكمورة واستخدام السوائل القمر دهيت في إنتاج النباتات والزراعة، لأن كان الهدف بتاعنا نعرف هل يا ترى ليها تأثير، هل يا ترى في عناصر تقيلة، هل يا ترى في أي مواد تعمل أي مشكلة صحية أو غذائية للناس، ايه الطرق الاستخدام اللي هنستخدمها، ازاي استخدم ضد الارض واربطها بحكايه زراعه الاسطح او حتى الفيرمي كومبوست ان انا استخدمه في الزراعه بدون تربه بصوره عامه او استخدامه مباشره في الزراعه في التربه. لان سماد الفيرمي كومبوست اللي ناتج من حكايه ضد الارض بيبقى سماد قوي جدا، استخدامه بنسب عاليه ممكن يعمل لي نتيجه عكسيه، ممكن يؤدي الى موت النباتات، ممكن يؤدي الى حرق النباتات من قوته، فحتى ما بنستخدموش زي الاساليب العاديه. طب نكمل السؤال بقى مع الدكتور محمد ونتكلم. اتفضل. بس حضرتك استاذ خالد من الناس المثابره جدا، تابع معانا فتره كبيره، كناش مصدقين يعني الراجل مصمم ان هو يعمل الموضوع دوت ويكمل، وكان مقتنع وزوجته حتى حضرت معانا الدوره، ولما ابتدى يشتغل فعلا يعني